السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي مع الدرس الثاني في الوحدة الأولى، وهنتكلم عن خصائص سكان قارة آسيا وقارة أوروبا. وهنعرف أول معلومة إن خصائص السكان بتتنوع سواء في قارة آسيا أو قارة أوروبا. طب تعال نشوف أول سؤال عندنا مهم جدا، بيقولك بما تفسر لدراسة خصائص السكان أهمية كبيرة. هو ليه أصلا بيدرسهم خصائص السكان؟ قالك لأنها عاملا مهما في تقدم أو تأخر الدول. طب ليه؟ قالك لأنها بتعمل تحليل بمثابة بوصلة توجه مسؤول التخطيط وصناع القرار لبناء المجتمع. يبقى إذا بناء على العوامل دي بيبتدي المسؤول يخطط ويصنع القرار عشان يبني المجتمع. وهنا طبعا أول حاجة التركيب النوعي والعمري لسكان قارة آسيا وقارة أوروبا. تعال نشوف، قالك الهرم السكاني ده عايز يقول لنا إيه. يوضح الهرم السكاني لقارة آسيا وأوروبا عام 2025 نسب السكان حسب النوع. يعني إيه حسب النوع؟ يعني ذكور أو إناث، وده بيسموه التركيب النوعي، يعني حسب النوع. طب تعال نشوف الهرم السكاني لقارة آسيا عام 2025 والهرم السكاني لقارة أوروبا عام 2025. قال لك هنا طبعا في النص بيوضح لك فئة كبار السن اللي هم أزيد من 65 سنة، فئة سن العمل من 15 ل 64 سنة، فئة صغار السن من 0 ل 14 عام. وهنا طبعا محددين التركيب النوعي اللي هو إناث وذكور، إنما ده التركيب العمري حسب السن. طب تعالوا نشوف التركيب النوعي. قال لك في قارة آسيا بلغ نسبة الذكور كام؟ قال لك 51.1%، أما الإناث 48.9%. يبقى إذن الذكور أكتر من الإناث في قارة آسيا. طيب يتسم التركيب النوعي للسكان بالتوازن النسبي بين الذكور اللي هو 51.1 والإناث اللي هو 48.9%، وهي نسب ثابتة منذ عام 1950 حتى الآن. يبقى إذن في قارة آسيا نسبة الذكور أكتر من نسبة الإناث، وده توازن موجود في المجتمع. طيب إيه اللي حصل؟ قال لك قد يرجع الارتفاع الطفيف لنسبة الذكور في قارة آسيا عن الإناث إلى، قال لك الهجرة للعمل بدول آسيا، خاصة دول الخليج العربي. يبقى إذن سبب ارتفاع نسبة الذكور هو الهجرة من أجل العمل. طب تعالوا بقى نشوف في قارة أوروبا كده. قال لك نسبة الذكور كام؟ قال لك 48.4. أما الإناث 51.6. لا ناخد بالنا هنا مين أكتر؟ قال لك نسبة الإناث. طيب تزداد نسبة الإناث بحوالي 51.6% عن نسبة الذكور اللي هم كام؟ 48.4% منذ عام 1950 حتى الآن. طيب إيه السبب؟ قال لك يرجع الارتفاع الطفيف لنسبة الإناث في قارة أوروبا عن الذكور إلى انخراط أي دخول دول أوروبا في الحرب العالمية الثانية عام 1939 ميلادية لعام 1945 ميلادية. طب ده عمل إيه؟ قال لك أفقدها كثيرا من الشباب الذكور. كده يا جماعة نستنتج إن قارة آسيا نسبة الذكور فيها عالي، وقارة أوروبا نسبة الإناث هي اللي أعلى. طيب نشوف التركيب العمري من حيث طبعا الأعمار. قال لك من خلال قراءة وتحليل الهرمين السكانيين السابقين لقارة آسيا وأوروبا يتضح إن كلا الهرمين من النوع ذي القاعدة الضيقة. يعني إيه؟ قال لك بسبب انخفاض معدل المواليد. يبقى القاعدة الضيقة عشان نسبة المواليد طبعا قليلة، وقاعدة الهرم السكاني بقارة أوروبا أكثر ضيقا من قارة آسيا. ليه؟ قال لك طبعا عشان نسبة المواليد في قارة أوروبا أقل من قارة آسيا، وكلاهما يتضمن 3 فئات عمرية رئيسية، وهي أول فئة فئة صغار السن من 0 ل 14 عام، وهي تمثل قاعدة الهرم السكاني. طب إيه اللي حصل؟ قال لك بلغت نسبة هذه الفئة في قارة آسيا نحو 22% من إجمالي سكان القارة، بينما بلغت في قارة أوروبا نحو 15.7% من إجمالي سكان القارة. طب إيه السبب؟ لما يقول لك بما تفسر هنقول له طبعا انخفاض معدل المواليد في قارة أوروبا مقارنة بقارة
آسيا. طب لما يجي يقول لي بما تفسر عدد الأطفال في قارة آسيا 10 أضعاف عدد أطفال قارة أوروبا، هنقول له طبعا بسبب حرص سكان قارة آسيا على الزواج والإنجاب. اتنين، قال لك اتساع شريحة الشباب الذين في سن الزواج بقارة آسيا. يبقى هنا في سؤال مهم، لما يقول لي بما تفسر عدد الأطفال في قارة آسيا 10 أضعاف أطفال اللي موجودين في أوروبا، هقول له بسبب حرص سكان قارة آسيا على الزواج والإنجاب بسبب اتساع شريحة الشباب الذين في سن الزواج بقارة طبعا آسيا. طب السؤال اللي بعده، ما النتيجة المترتبة على اهتمام دولة قارة آسيا وأوروبا بصحة فئة صغار السن؟ ده ساعد على ارتفاع العمر المتوقع بصحة جيدة للأجيال القادمة. يبقى إذن قارة آسيا وأوروبا بيهتموا بفئة صغار السن، ده ساعد على ارتفاع العمر المتوقع لأنهم بيتمتعوا بصحة جيدة خاصة للأجيال القادمة. طيب تعال نشوف فئة سن العمل. قال لك فئة سن العمل من 15 ل 64 عام، ودول بيمثلوا منتصف الهرم السكاني. وأول سؤال بيقول لك ما النتيجة المترتبة على بلوغ نسبة فئة سن العمل بقارة آسيا وأوروبا نحو ثلثي السكان؟ ترتب على ذلك إيه؟ قال لك امتلاك القارتين قوة عاملة تدعم اقتصادها، ومن المتوقع تناقص فئة سن العمل بقارة أوروبا وتزايدها بقارة آسيا في العقود القادمة. يبقى لما يجي يقول لي ما النتيجة المترتبة على تبلغ نسبة فئة سن العمل بقارة آسيا وأوروبا نحو ثلثي السكان، ده ساعد على امتلاك القارتين قوة عاملة تدعم اقتصادها. ولكن نلاحظ بقى إن في المستقبل مين اللي القوة دي هتزيد عنده؟ قارة آسيا. العمر المتوقع عند الميلاد عدد السنوات التي من المتوقع أن يعيشها الفرد منذ لحظة الولادة. فاضل طبعا فئة كبار السن. قال لك فئة كبار السن من 65 عام فأكثر، ودي طبعا تمثل قمة الهرم السكاني. قارة آسيا الأول، قال لك تبلغ نسبة هذه الفئة نحو عشر سكان القارة، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة هذه الفئة إلى خمس سكان القارة بحلول عام 2050. ومديك هنا مثال، تعد دولة اليابان من أولى دول العالم من حيث نسبة هذه الفئة. أما قارة أوروبا تزيد نسبة هذه الفئة عن خمس سكان القارة، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة هذه الفئة إلى ثلث سكان القارة بحلول طبعا عام 2050. والمثال هنا على دولة إيطاليا، تعد دولة إيطاليا ثاني دول العالم من حيث نسبة هذه الفئة. يبقى سواء اليابان أو إيطاليا نسبة فئة كبار السن عندهم بتكون مرتفعة. وهنا بقول لك دلل تسعى دول قارتي آسيا وأوروبا إلى الاهتمام بفئة كبار السن. إيه الدليل على كده؟ قال لك رقم واحد توفير الخدمات المختلفة لهم، الاستعانة بالتكنولوجيا في توفير احتياجاتهم. طب إيه النتيجة المترتبة على ذلك؟ قال لك ظهور ما يعرف بالاقتصاد الفضي. إيه بقى هو الاقتصاد الفضي؟ قال لك اقتصاد يهتم بمجموع الأنشطة الاقتصادية التي تلبي احتياجات ومتطلبات كبار السن، مما يعزز الشيخوخة الصحية التي تعني العيش بأعمار طويلة وبصحة جيدة. طيب تعال نشوف بقى التركيب الاقتصادي لسكان قارة آسيا وقارة أوروبا. قال لك يهتم التركيب الاقتصادي بنسب العاملين في المجالات الاقتصادية المختلفة. طب نشوف قارة آسيا الأول. أول نشاط طبعا هو النشاط الصناعي، النشاط الثاني هو النشاط الزراعي، طيب النشاط الثالث هو الأنشطة الاقتصادية المختلفة. طب تعال نشوف الأول رقم واحد النشاط الصناعي. قال لك تتساوى القارتين في نسبة العاملين بها حيث تصل إلى ربع القوة العاملة تقريبا. طب رقم اتنين قال لك النشاط الزراعي يعمل في قارة آسيا نحو خمس القوة العاملة بالقارة، أما في قارة أوروبا نحو 4% من القوة العاملة بالقارة. طيب رقم ثلاثة قال لك الأنشطة الاقتصادية الأخرى، باقي القوى العاملة بالقارتين يعملون بالأنشطة الأخرى كالتجارة والخدمات. يبقى إذن في النشاط الصناعي هما الاتنين متساويين سواء آسيا أو أوروبا. أما في النشاط الزراعي طبعا القوى العاملة في آسيا
أكتر من القوى العاملة في أوروبا من حيث الزراعة. أما الأنشطة المختلفة هم طبعا زي التجارة وزي الخدمات، باقي السكان بيعملوا في التجارة والخدمات وباقي الأنشطة الاقتصادية المختلفة. طيب نركز هنا بقى في التركيب اللغوي للسكان قارة آسيا وأوروبا. إيه التركيب اللغوي بقى؟ اللغة بتاعتهم، ونركز في التنوع اللغات في القارتين. نبدأ الأول بقارة آسيا. قال لك قارة آسيا تعتبر آسيا القارة الأكثر تنوعا لغويا في العالم، يعني فيها لغات كتير جدا عشان طبعا فيها عدد كبير من الدول، فهي ذات ثراء لغوي هائل، حيث تضم نحو 2300 لغة تمثل ثلث إجمالي لغات العالم. وأبرز اللغات المنتشرة بقى هي اللغة العربية، الهندية، الصينية، الفارسية. طب قارة أوروبا، قالك بتعتبر أوروبا أقل تنوعا لغويا من آسيا، حيث تضم حوالي 200 لغة، إلا أنها تضم لغات ذات تأثير عالمي كبير. يعني اللغة الأوروبية طبعا ليها قوة في العالم، زي طبعا اللغة الإنجليزية، اللغة الألمانية، اللغة الإيطالية، اللغة الفرنسية، واللغة طبعا الأسبانية. يبقى إذن عدد تنوع اللغات في آسيا أكبر من قارة طبعا أوروبا. طب تأثير اللغة على الهوية الثقافية، قال لك الهوية الثقافية والسياسية اللغة بتأثر عليها إزاي؟ قال لك أسهمت اللغة العربية في وحدة الدول العربية، ثراء التراث الإسلامي والعربي، وده طبعا أثر إيجابي. يبقى اللغة العربية أثرت على وحدة الدول العربية، وثراء يعني غنى التراث الإسلامي والعربي. فرض لغة معينة كلغة رسمية قد يكون أحد العوامل المؤدية إلى تقسيم الدولة، مثل فرض اللغة الأردية في دولة باكستان كلغة رسمية. ده أدى إلى إيه؟ قال لك حدوث احتجاجات بالجزء الشرقي منها اللي هي باكستان الشرقية، وانفصالها عنها، وأصبحت دولة بنجلاديش حاليا. يبقى ده أثر سلبي. كده يا جماعة نستنتج إن اللغة العربية كان لها تأثير إيجابي على الدول العربية، أما اللغة الأردية كان لها تأثير سلبي على دولة باكستان، لأن في الآخر اتقسمت إلى دولتين، باكستان وبنجلاديش. طيب لعبت اللغة أيضا دورا في ترسيم الحدود السياسية، مثل قالك ترسيم الحدود السياسية لدولة وسط أوروبا. يبقى يا جماعة ترسيم الحدود السياسية لدول وسط أوروبا على أساس اللغة بعد قالك الحرب العالمية الأولى اللي بدأت عام 1914 وخلصت عام 1918. والخريطة هنا بتوضح هي دولة اليابان، وهنا دولة باكستان، وهنا طبعا دول وسط أوروبا. طيب نركز في الجزء اللي عليه الدور ده عشان مهم، وهنتكلم عن الخصائص بقى قالك التعليمية لسكان قارة آسيا وأوروبا. طيب قالك الإنفاق العام على التعليم، ارتفعت نسبة الإنفاق العام على التعليم في قارة أوروبا وشرق قارة آسيا عن نسبة الإنفاق العام العالمي، والتي تبلغ 3.7 من الدخل القومي. طب أعلى الدول إنفاقا على التعليم، قالك في قارة آسيا دولة عمان أولى دول القارة، الكويت تاني دول القارة. أما في قارة أوروبا أيسلندا، النرويج، السويد، دي أهم دول في العالم بتصرف على التعليم. يبقى مين أعلى الدول العالم إنفاقا في التعليم؟ قلنا في آسيا عمان، الكويت التانية، قارة أوروبا عندنا أيسلندا، النرويج، السويد. طيب انخفضت بقى نسبة الإنفاق على التعليم ببعض قال لك دول جنوب شرق آسيا. دول جنوب شرق آسيا انخفض فيها نسبة الإنفاق على التعليم زي مين؟ قال لك إندونيسيا، تايلاند. يبقى عندنا إندونيسيا وتايلاند انخفض نسبة الإنفاق فيها على التعليم. ودي الدول يا جماعة على الخريطة: النرويج، السويد، أيسلندا، وهنا طبعا تايلاند، وهنا دولة عمان والكويت. طب تعليم كبار السن، هل اهتموا؟ طبعا قال لك قارة آسيا وقارة أوروبا اهتموا بتعليم كبار السن. طب إيه الدليل؟ اهتمت دول آسيا وأوروبا بتعليم كبار السن، دلل هنقول له حيث قدمت دورات تعلم للأفراد في تلك الفئة العمرية، مما أكسبهم الثقة الذاتية وتبادل خبراتهم ومعرفة حقوقهم وحمايتها. يبقى إذن سواء قارة آسيا أو قارة أوروبا
اهتموا بتعليم كبار السن. طب خامسا، هنا هنتكلم عن الخصائص الصحية لسكان قارة آسيا وقارة أوروبا. طيب الصحية دي يا جماعة بتتحدد على عدد الأطباء. قال لك معدلات الأطباء والممرضات. يتضح من الشكل البياني المقابل أن دول قارة أوروبا وشرق قارة آسيا تتمتع بمعدلات أطباء وممرضات تفوق المعدلات العالمية، يعني أعلى كمان من المعدل العالمي. كمان مرة، يبقى احنا قلنا دلوقتي في قارة آسيا وقارة أوروبا، دول قارة أوروبا وشرق قارة آسيا تتمتع بمعدلات أطباء وممرضات تفوق المعدلات العالمية. أما دول وسط وجنوب آسيا تقل بها معدلات الأطباء والممرضات عن المعدلات العالمية. يبقى شرق آسيا وأوروبا أعلى من المعدلات العالمية، وسط وجنوب آسيا أقل من المعدلات العالمية. طب تعال نركز بقى هنا في الأمراض المنتشرة. قال لك الأمراض المنتشرة في قارة آسيا زي: واحد، مرض الملاريا بالمناطق الاستوائية. اتنين، مرض الإيدز وهو نقص المناعة البشرية. تلاتة، مرض الكوليرا. أربعة، مرض الالتهاب الكبدي اللي هو ألف. ايه أشهر الأمراض شيوعا في قارة أوروبا؟ واحد، قال لك أمراض القلب والأوعية الدموية. اتنين، مرض السرطان. تلاتة، مرض السكري. أربعة، أمراض الجهاز التنفسي المزمنة. طب بما تفسر يزيد انتشار الأمراض ببعض دول قارة آسيا؟ هنقول له بسبب الفقر. اتنين، سوء التغذية. تلاتة، ضعف البنية التحتية الصحية. أربعة، الحروب والصراعات التي تعطل الخدمات الصحية وتزيد من خطر تفشي الأمراض. يبقى لما يقول لي بما تفسر يزيد انتشار الأمراض ببعض دول قارة آسيا، أقول له بسبب الفقر، سوء التغذية، ضعف البنية التحتية الصحية، الحروب والصراعات. طيب إيه جهود بقى قارة آسيا وقارة أوروبا للحد من انتشار هذه الأمراض؟ قال لك رقم واحد، وضع برامج وقائية والاهتمام بالتطعيمات الدورية. اتنين، قال لك الاهتمام بالبحث العلمي وإقامة المراكز الطبية، مثل قال لك المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. تلاتة، قال لك المشاركة في المبادرات العالمية مثل مبادرة الأمن الصحي العالمي. ليه؟ قال لك لتعزيز القدرات العالمية على الوقاية من الأوبئة والكشف عنها. أربعة، تتبادل الدول الآسيوية والأوروبية المعرفة والبيانات حول الأمراض الوبائية. طيب هنا الخصائص الثقافية لسكان قارة آسيا وأوروبا. أول حاجة بيقول لك دلل على إيه؟ قال لك تعتبر آسيا وأوروبا من أغنى القارات ثقافيا وتاريخيا في العالم. إشمعنى؟ قال لك الدليل إنها تضم مزيجا فريدا من الحضارات القديمة والتراث المتنوع الذي يمتد لآلاف السنين. طيب تعال نشوف أمثلة. قارة آسيا زي إيه؟ قال لك تتميز الشعوب الآسيوية والأوروبية بعادات وتقاليد راقية منذ القدم، مثل في قارة آسيا عندهم عادات وتقاليد زي الانحناء المتبادل في بعض الدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، ويعد طريقة أساسية للتعبير عن الاحترام والتقدير في مختلف المواقف الاجتماعية والرسمية. يبقى دي عادة وتقاليد عندهم إن هم بينحنوا احتراما لبعض. طيب في قارة أوروبا قال لك تناول الشاي بعد الظهر من أشهر تقاليد الشعب الإنجليزي، يجي بعد صلاة الظهر يشرب شاي. طب تعال نشوف الأكلات الوطنية تمثل مظهرا من مظاهر التراث والثقافة. تعال نشوف في آسيا الأول. تتميز بفنون الطهي والأطعمة الشعبية الوطنية التي لا تخلو عن الأرز والأعشاب والتوابل، ومن أشهرها السوشي، وده طبعا في اليابان، طبق الكيميتشي وده بكوريا الجنوبية. أما في أوروبا من أشهر المأكولات هي البيتزا الإيطالي والكريب الفرنسي. طيب قارة آسيا وقارة أوروبا بقى بالنسبة للفنون، رقم 3 هنا هنتكلم عن الفنون. في قارة آسيا تنتشر فيها إيه؟ قالك تنتشر الموسيقى التقليدية التي تعتمد على الآلات الوترية والطبول،
زي دولة اليابان، دولة الصين، دولة جمهورية كوريا الجنوبية. يبقى احنا عندنا دولة اليابان والصين وكوريا الجنوبية بتشتهر بالموسيقى التقليدية سواء الوترية أو الطبول. تنتشر فيها كمان الرقصات الكلاسيكية كما في دولة الهند. طب تعال نشوف في أوروبا. قالك تعتبر الموسيقى الأيرلندية من أشهر الفنون الموسيقية التقليدية في أوروبا، ومن أشهر الرقصات الأوروبية الرقصات الفلكلورية الإيطالية. طب تعالوا نشوف الحرف التراثية. قالك زي الرسم على الخشب وعمل قطع فنية تعكس الثقافة الكورية، صناعة الفخار اليدوي والتي تنتشر في فيتنام، صناعة الحرير اليدوي زي الصين والهند، صناعة السجاد اليدوي زي دولة إيران والهند. أما في أوروبا قالك الرسم على الخشب زي الدول الإسكندنافية، السويد والنرويج والدنمارك، بعض دول شرق أوروبا. أما صناعة الفخار اليدوي تنتشر في أسبانيا، أما صناعة الزجاج في إيطاليا. يبقى احنا قلنا الرسم على الخشب زي الدول الإسكندنافية وبعض دول شرق أوروبا، أما صناعة الفخار اليدوي في أسبانيا، وصناعة الزجاج في إيطاليا. كده احنا خلصنا الدرس، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.